لو فاكر ان السوشيال ميديا شغاله كده مع نفسها، احب اقول لك انك غلطان، لان السوشيال ميديا دي ليها سياسه وليها نظام بتشتغل بيه، مش زي ما انت فاكر ان هي شغاله كده وخلاص، وان اول ما تنزل فيديو هيجيب معاك ملايين المشاهدات والعمليه هتفتح معاك. السوشيال ميديا دي في عليها اشخاص وفي عليها متخصصين بيفرزوا الفيديوهات دي، ان ما كانش زي ما بقول لك كده فيديو عشان يشوفوا الفيديو اللي ينتشر ايه واللي ما ينتشرش ايه، لان ده اللي بيحصل بطبيعه الحال. ممكن تلاقي فيديو تافه جدا ومالوش اي قيمه ولا اي لازمه وما فيهوش اي معلومه مفيده، ورغم كده تلاقيه منتشر انتشار كبير جدا وعليه تعليقات كتيره جدا. طب الدليل على الكلام ده والاثبات على الكلام ده ايه؟ ان الفيديوهات اللي بتروج والفيديوهات اللي بتنتشر الفيديوهات التافهه، لان ده المخطط وده الهدف وده اللي عايزاه السوشيال ميديا، لان القائمين على السوشيال ميديا اصلا ده هدفهم. يعني بص كده لاي حد بيقدم فيديوهات ذات قيمه، فيديوهات هادفه، فيديوهات بتحتوي على معلومه وافاده للي بيسمعها، هتبص تلاقيها ما بتنتشرش، هتبص تلاقيها ما عندهاش جمهور، هتبص تلاقي الريتش بتاعها واقع. واللي جيت 1% من الفيديوهات اللي موجوده على الصفحه بتاعت الشخص ده بتنتشر، الا ان باقي الفيديوهات كلها ما عليهاش انتشار. والدليل على كده هتدخل على صفحات الاشخاص اللي بيقدموا محتويات تافهه وما لهاش اي قيمه، هتبص تلاقيها بتجيب ملايين المشاهدات وعندهم ملايين المتابعين. في حين الناس اللي بتقدم محتوى مفيد وقيم ويفيد الناس ويفيد المجتمع، هتبص تلاقيها 1% 2% بالكثير الفيديوهات بتاعته هي اللي بتنتشر، وباقي الصفحه كلها ريتشها واقع. وده هدف القائمين على السوشيال ميديا، وبالاخص تطبيق التيك توك. تطبيق التيك توك ده من اسوأ التطبيقات اللي انا شفتها في حياتي بصراحه، لان الفيديوهات اللي ليها قيمه كلها بتلاقيها ريتشها واقع. والدليل على كده ان الرائج عندنا والمنتشر والفيديوهات اللي جايبه مشاهدات عاليه والمشهوره عندنا الفيديوهات اللي ملهاش اي قيمه، والبث المباشر اللي ملوش اي قيمه، اللي فيها ضحك وهزار وخلاعه وكل حاجه ملهاش اي 30 لازمه. ولكن الفيديوهات اللي بتقدم محتوى قيم وبتقدم معلومه وبتقدم حاجه تفيد الناس، لا اما تلاقيها بتتحظر، لا اما تلاقيها بتتحجب، لا اما تلاقيها بتتمنع من ان الناس تشوفها، بتتمنع من الظهور، يا اما تلاقي الصفحات بتاعت الاشخاص دي ريتشها واقع ومش ظاهره اصلا للجمهور. يعني زي فيديو انا نزلته عندي من فتره، الفيديو ده العنوان بتاعه طريقة رائعة للشفاء، بيتكلم عن الشفاء أو طريقة للشفاء من بعض أمراض معينة. الطريقة دي اتكلم عنها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والفيديو ده نزلته على التيك توك. الفيديو ده داخل على 3 مليون مشاهدة، ولكن التيك توك لأنه مش حابب النوعية دي من الفيديوهات ومش حابب النوعية دي من المحتوى، فالقائم على الفيديوهات دي واللي بيراجع الفيديوهات دي مش عاجبه طبعا المحتوى. وأنا حابب أوجه له رسالة من خلال الفيديو ده، بقول له يعني ما جتش على الفيديو بتاعي. يعني السوشيال ميديا مليانه بالفيديوهات، ما لقيتش غير الفيديو بتاعي، ما لقيتش غير الصفحه بتاعتي، ولا حد قال لك احجب له الفيديو عشان الفيديو الريتش بتاعه عالي وطالع؟ وهو مش هقول لك غير حسبي الله ونعم الوكيل، وانا مش عايز منك حاجه. ولو قفلت الصفحه كلها برضه ما فيش مشكله، حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص يئست اصلا من السوشيال ميديا، لان انا اتقفل لي صفحه قبل كده، وبرضه بسبب ان انا كنت بقدم محتوى هادف وقيم ويفيد الناس اتقفلت الصفحه. برضه لان في شخص مستقصد كريم وليه علاقات مع بعض الاشخاص في الدعم بتاع المنصات دي، فبيعمل كده مع كريم. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. الفيديو بعد ما وصل 3 مليون مشاهده، والفيديو لا فيه حاجه خادشه للحياه ولا فيه سب وقصف ولا فيه اي حاجه مخالفه للسياسات بتاعت المنصات كلها. الفيديو منشور زيه على منصه التيك توك، جايب ما يقارب يمكن 40 ولا 50 ولا 300 الف مليون مشاهده حقيقي فعلا، والفيديو موجود وما فيش اي مشكله. ولكن الفيديو بتاع كريم بالذات لازم نحذفه له. الفيديو بيتكلم عن طريقه للشفاء، اللي هو بتحط صباعك في بقك وبتحطه على مكان في الارض يكون فيه تراب، بترفع ايدك وتحط ايدك وتحط صباعك مكان ما بليته على المكان اللي فيه الجرح اللي انت بتعاني منه او اللي فيه المشكله اللي انت بتعاني منها، وبتقول بالنص كده زي ما قال النبي عليه افضل الصلاه والسلام: بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. الفيديو ما فيهوش اي مشكله، مجرد حركات بعملها في الفيديو وتعبيرات وكلام، بعض كلمات بقولها في الفيديو، ما فيهوش اي مشكله تخالف سياسات المنصات كلها، والفيديو منشور على المنصات وما فيهوش اي مشكله. ولكن قام تطبيق التيك توكر حظر لي الفيديو اول مره، ولما قدمت طعن الفيديو رجع. فعشان الشخص مش عاجبه برضه الفيديو، مش عاجبه ان احنا قدمنا طعن وان منصه التيك توك رجعت لنا الفيديو، فراح هو اللي حذف الفيديو. ومش كده وبس، لا ده حتى الطعن، يعني ان انا اقدم طعن على الفيديو، راح حذف لي الخانه اللي انا اقدم منها الطعن، فبقيت حتى طعن مش عارف اقدم على الفيديو. وزي ما انتم شايفين في الصوره قدامكم الفيديو راح. عموما انا هسيب لكم الفيديو تاني، واتمنى انكم تشاركوا الفيديو وتشيروه على اوسع نطاق، وخلي التيك توك مش عاجبه الحاجه المفيده اللي احنا بنقدمها للناس. لكن لو بقدم هلس ولا رقص ولا طالع بسنتيانه ولا طالع عريان ولا طالع بحط بيض على وشي ولا طالع بعمل الحاجات اللي الناس بتعملها على السوشيال ميديا اللي هي التفاهه اللي بتدعمها المنصات
كان الفيديو انتشر، كانت جابت ملايين المشاهدات وإن ما كانش مليارات المشاهدات. ولكن الحاجة المفيدة المنصات مش عايزاها. وعشان أقول لكم برضو يكون في العلم والحسبان، بعيدا عن كريم وبعيدا عن المحتوى اللي بيقدمه كريم، شوية لقدام المنصات دي هتلاقيها ما بتنزلش أي محتوى مفيد وقيم، وهتحذف كل المحتويات المفيدة والقيمة من على المواقع بتاعتها أو من على المنصات بتاعتها. وابقوا افتكروا كلامي ده وسجلوه وبكرة تفتكروه. السوشيال ميديا هدفها الأساسي وهدفها الرئيسي هو الفساد، إفساد المجتمع، وبناء عليه إذا كان النهاردة سايب لك الفيديوهات القيمة اللي أنت ممكن تستفاد منها، بكرة وبعده مش هتلاقي الفيديوهات دي موجودة أصلا، والمنصات كلها هتحذفها ومش هتخلي لك غير الفيديوهات اللي مليانة فساد وبس. وحسبي الله ونعم الوكيل.